السلام عليكم، اتمنى تكونوا بخير ومبسوطين. واخيرا رجعنا للفيديوهات الطويله على اليوتيوب. انا بشكركم قوي على سؤالكم عليا. زي ما شايفين في فيديو النهارده هنعرف ازاي نعمل الكيك الاسفنجي ب5 مكونات فقط للمبتدئين. انا بقول للمبتدئين رغم ان الطريقه ما فيهاش محسن، لان متاكده 100% ان هينجح معاكم زي ما نجح مع ناس كتير. مبدئيا كده حجم البيض اللي هنستخدمه لازم يكون كبير. بتسالوني يا ندى ممكن نحط بيض بلدي؟ مستحيل يا جماعه، لازم البيض يكون كبير علشان يبقى فيه كميه بياض اكتر ويكون بدرجه حراره المطبخ في الوصفه دي. عاوزاكم تمشوا معايا بنفس الخطوات علشان تطلع معاكم ناجحه ان شاء الله. هنحط البيض في بوله تكون ناشفه تماما من الميه، ونحط عليهم كوبايه الا ربع من السكر يكون ناعم، مش سكر خشن او مش سكر بودره، هو السكر الابيض الناعم اللي زي كده. وهنبدا نخفق الاول على سرعتين، اللي هي السرعه فوق الهادي شويه، لحد ما كل المكونات تلاقوها بقت مندمجه مع بعض. بعد كده بنعلي السرعه لاخر حاجه، يعني لمده 5 دقايق 10 دقايق، المهم نوصل للقوام ده. كتير بيسالوني انا مستحيل يوصل معايا القوام يا ندى زي ما بيوصل معاكي كده كأنك حاطه عليه محسن. انا والله مش حاطه عليه محسن، بس هعرفكم على شويه ستيبس كده لازم نتاكد منها علشان نتاكد ان البياض هيطلع او البيض هيكون زي كده. البيض يكون حجمه كبير، البوله تكون ناشفه، سرعه المضرب اهم حاجه تكون عاليه. انا عارفه ان في مضارب بتكون ضعيفه كده مستحيل توصل للقوام ده. وكمان البيض نتاكد ان هو فريش، مش مركون في السوبر ماركت او مثلا بنشتريه من اي مكان، لازم يكون طازه، يعني لسه جاي كده، فاهمين؟ المهم وانا بستمر في الخفق كده عاوزاكم تركزوا ازاي بقلب البيض. انا مش حاطه المضرب في مكان واحد، لا انا بحركه يمين وشمال يمين وشمال، لان بيساعد قوه الضرب دي ان تخلي قوام البيض يعلى ويبقى فوليوم كده عامل زي قوام المرنج كده. علشان نتاكد ان القوام صح بنرسم حرف الايد كده، ولو تنه ثابت شويه يبقى الخليط ما شاء الله عليه بقى جاهز تماما. لو اختفى على طول يبقى هو القوام سائل ومحتاج ان احنا نخفق كمان شويه. الخطوه التانية بعد ما جهزنا الخليط السائل هنحضر الخليط الجاف. كوبايه من الدقيق 125 جرام، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه بسيطه من الملح او ربع معلقه صغيره. وهننخل المكونات دي مع بعض الاول. بعد كده واحنا بننزلها على الخليط السائل ننخلها، ما ننزلش كده معلقه بمعلقه تقوم غطسانه كده في قاع الخليط فمش هتتقلب كويس، فلما يدخل الفرن هيبقى عباره عن بيض. فاهم حاجه اعمله زي ما انا بعمل كده، بنحط رشه بسيطه من الدقيق ونقلب من تحت لفوق بالراحه جدا. ونصيحه مني تاخدوها على طول في الكيك وخصوصا الاسفنجي، تقلبوا بالويسك اليدوي او بالمضرب اليدوي ده، ما تقلبوش بالسباتيولا السيليكون لانها مش بتوزع الدقيق بشكل كويس. كل النصائح اللي انا بقولها لكم دي مهمه قوي في خبز الكيك، لانها برضو الحاجات البسيطه دي ممكن تبوظ اي حاجه. انا مش عاوزه اقلقكم، بس ان شاء الله هتطلع معاكم ناجحه. كمان قوه الضرب في التقليب، ما يعني خلي عندكم صبر كده وانتوا بتقلبوا. انا عارفه ان واحنا بنحط المكونات الجافه بتاخد وقت معانا وبنحس بالملل، بس بالراحه كده وان شاء الله كل حاجه هتكون تمام. اهم حاجه في الخطوه دي ننزل الدقيق شويه بشويه صغيرين علشان نساعد ان هو يتقلب. كمان وصلوا المضرب لقاع الخليط، مش تقلبوا بس في الجهه اللي هي فوق فقط، لا علشان كل الخليط ياخد الدقيق. في الخطوه دي بقى هنصحكم نصيحه، معلقتين الزيت اللي انا هحطهم في الاخر دول حطوهم دلوقتي وانتوا بتقلبوا الدقيق، بحيث ان احنا ما نبالغش قوي في التقليب. انا ما بحبش ان انا اقلب خليط الكيك الاسفنج ده كتير علشان الهواء اللي احنا دخلناه والخليط ما يقلش معاكم. برضو من الاسئله اللي بتجيلي ان الخليط بيكون عالي قوي وفجاه كده لما احنا بنقعد نقلبه او بعد ما بنخلص بنلاقيه قل جدا، هو من كتر التقليب. يبقى في اخر خطوه من الدقيق حطوا معلقتين من الزيت وقلبوها لحد ما القوام تلاقوه زي كده. معلقتين الزيت دول بيطر الكيك بما ان هو مفهوش سوائل كتير. لو ملاحظين لما بنزل خليط الكيك من الويسك بعد ما بخلص مش بخبطه في البوله نفسها، لا انا بخبطه على ايدي، علشان لو خبطته على البوله كل الهواء اللي احنا دخلناه في التقليب ده مش هيكون موجود. خليط الكيك ده هينفع على قالب مقاس 18 وقالب مقاس 20. اهم حاجه في القالب ان لو الارتفاع بتاعه بيكون صغير شويه من الجوانب بنحط ورق زبده، وبنحط كمان في القاع. بعد ما بننزل الخليط في القالب بنجيب ستيكس كده وبنخرج الهواء الزياده او الفقاقيع اللي فوق دي وبنساوي بيها السطح. هندخلها دلوقتي فرن يكون سخن قبلها، يعني بحوالي 15 دقيقه او 17 دقيقة، المهم الفرن يكون سخن قبلها. ومعلومة مهمة قوي، الفرن ما يكونش سخن قبلها بنص ساعة بكتير قوي، لا
الفرن لما بيكون سخن قوي هيبوظ الكيك اول ما تدخل على طول، فمدة الفرن يعني لا تتجاوز 20 دقيقة. طيب الكيك ده هياخد معاكم قد ايه؟ انا خد معايا 35 دقيقة بالظبط، وكان مستوي على حرارة 180 اللي هي بتكون وسط. وبما ان الافران بتختلف من نوع لاخر، فدرجة الحرارة عندكم لو عالية او الفرن سخن قوي يبقى هدوا عن 180، خلوها 175 او 170 تحت الوسط شوية. المهم تفهموا الفرن بتاعكم وتمشوا على الاساس ده. بعد ما الكيك بيستوي بنطفي الفرن، بنفتح باب الفرن شوية لمدة 3 دقايق، وبعد كده نخرج الكيك وهي سخنة كده، بنخرجها من القالب وبنشيل ورقة الزبدة ونسيبها تبرد، ومستحيل تكش معاكم او تهبط منكم. طالما الكيك مخبوز كويس مش هتهبط معاكم ان شاء الله. عاوزاكم تركزوا كده وانا بقطعها. طبعا قطعتها بعد ما بردت تماما ساعتين 3. طريقة التقطيع مهمة قوي، ممكن نستخدم السكينة الترانش اللي هي بتاعة الكيك او منشار الكيك زي ما انتم متعودين، بس انا متعلمة من وانا صغيرة ان انا اقطعها بالسكينة. قولوا لي رأيكم في الكومنت. اشوفكم على خير قريب. باي باي.